سابقا متاع زميلات، أسعد بهذا اللقاء صباح اليوم الذي يمثل محطة مهمة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية. وما دمت أشرت إلى تاريخ الدبلوماسية الجزائرية، دعوني أطلب منكم من فضلكم الوقوف دقيقة صمت تراحما على شهداء الأمة بما فيهم شهداء الدبلوماسية الجزائرية. ونحن عشية الاحتفال بعيد النصر، ومثل ما نعرف يشكل تاريخ 19 مارس عيد النصر، وهو العيد الذي اشتغلت من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو الانتصار الذي أدى إلى استقلال الأمة والوطن. فدعونا نجعل مثل ما جعل أسلافنا ذلك مصدر إلهام للدبلوماسية الجزائرية، ونتذكر دائما أسلافنا وتضحياتهم، ونلتزم بالمضي قدما على نهج ما أدى إلى صنع المعجزات. ومعجزة الاستقلال بكل تأكيد هي أكبر معجزة في تاريخنا المعاصر. تفضلوا. بداية نستسمح الأخ الوزير وتقاسم معكم بعض الملاحظات وبعض الأفكار بهذه المناسبة. وهي المناسبة الثالثة التي أشارك في حفل تسليم المهام، وهذا الحفل وهو التقليد الذي يرمز إلى استمرارية الدولة وتواصل المسؤولين في ممارسة المسؤوليات طبق القرارات التي تتخذ بما يخصنا على مستوى السيد رئيس الجمهورية المشرف المباشر على سياسة الخارجية وعلى وزارة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية عامة. فأود أن أسجل اعتزازي وعرفاني للسيد رئيس الجمهورية على إتاحة لي هذه الفرصة السانحة للعودة على رأس الدبلوماسية الجزائرية يوم 7 جويلية 2021. وأسجل باعتزاز أنني استفدت من دعمكم ومن عملكم إلى جانبي، كما بذلت قصارى جهدي ممثلا للدبلوماسية الجزائرية في مساعدة السيد رئيس الجمهورية على تطبيق برنامجه فيما يتعلق وما يرتبط بالجوانب الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية والاستقلال الوطني، وجعل الدبلوماسية أداة ناجعة في المساهمة في توجيه وتشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية، خدمة لتنمية البلاد حسب المخططات التي تضعها الحكومة الجزائرية لذلك الغرض. كنت أقول أن هذه هي الثالث مرة، ولكن هذا الحفل يتسم كذلك بكون اللقاء بين وزيرين سبق وأن قضى جزء معتبر من مسيرتهم المهنية مع بعض، فاشتغلنا مع بعض خصوصا في أو خلال عشريتين وهما الأخيرتين من القرن الماضي، وكانت العشريتين بمنتهى الحساسية بالنسبة لتاريخنا المعاصر وبالنسبة لتوظيف
الدبلوماسية الجزائرية لخدمة الاستقلال الوطني والحفاظ على السيادة وعلى حرمة التراب الوطني، كما كان واستمر أن في تلك الفترة كذلك قامت الدبلوماسية الجزائرية بأعمال جبارة مناصرة أو نصرة للقضية الفلسطينية العادلة، وكذلك لقضية الشعب الصحراوي الشقيق العادلة. وساهمنا السي أحمد وأنا شخصيا في عدد من الأعمال التي اقترن بها الكثير من ما يعتبر حاليا بمثابة إنجازات تاريخية لدبلوماسيتنا وللجزائر كعضو أساسي في المجموعة العربية وفي كذلك في القارة الإفريقية. فلقد طورنا أو ساهمنا في تطوير النظرة الاحترافية للدبلوماسية الجزائرية، واهتمينا بالتكوين واهتمينا بإصدار مجلة جزائرية للعلاقات الدبلوماسية، وكنا فعلا أعتقد منخرطين في كل الأعمال التي كانت ترمي إلى عصرنة الدبلوماسية الجزائرية مع تعميق الانتماء وتكريس المبادئ التي طالما دفع عليها أسلافنا الميامين. فأحيي بدون إطالة أحيي كل الذين ساهموا معنا في هذا العمل البناء الذي استمر إلى يومنا هذا وسيستمر من دون شك بعدنا كإرث غالي نحتفظ به ليس فقط في ذاكرتنا وإنما كذلك في عقولنا وقلوبنا مع تجديد العهد. أولا لأن على العهد باقون مهما كانت الظروف، وتجديد دائما الاستعداد لمساهمة بأي طريقة كان في إحقاق حقوق الجزائر، إثبات مكانتها الدولية، وجعل وطننا المفدى عضو نشط، عضو مؤثر على الساحة الدولية، يفيد ويستفيد ويبني على ما كسبه من نجاحات وسمعة طيبة ليعمق هذا العمل ويكرس دور الدبلوماسية إلى جانب الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن كسلاح يدافع على الوطن ويجعل من حرمة التراب وحرمة السيادة جدار لا يتجاوزه أحد، ويجعل كذلك من هذا الوطن المفدى مصدر سلام، مصدر حلول سلمية للنزاعات سواء في القارة الإفريقية أو في كل الأماكن التي يؤمن أهلها بأن الجزائر هو الصديق، هو الأخ، هو الشقيق الذي يبذل ما في وسعه ويقدم التضحيات تلو الأخرى من أجل الصالح العام. أنا على يقين أن السيد أحمد عطاف لما لديه من تجربة، ما لديه من خبرة، من التزام، سيرفع عاليا هذا العلم، هذه المبادئ، وسيساهم إلى جانب السيد رئيس الجمهورية في جعل الجزائر أبدا وهي الجزائر التي يسمع صوتها، والجزائر التي تؤثر على مجريات الأمور وتساهم مساهمة كبيرة في صنع تاريخ البلاد، تاريخ المنطقة، وتاريخ البشرية. وفقنا الله جميعا لخدمة الوطن، لخدمة البلاد والعباد. وفق الأخ أحمد عطاف الذي يعرف أنه سيجد لدي كل الدعم المعنوي، والله ولي التوفيق. شكرا على حسن الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
معالي الوزير والأخ العزيز، شكرا على طيب الالتفاتات ورقة المشاعر التي توجهتم بها تجاه شخصي. السيد الأمين العام، السادة المدراء العامون، السيدات والسادة إطارات هذه الوزارة المحترمة، الحضور الكريم، يصعب علي أن أجد أحسن أو أفضل ما أستهل به هذه المداخلة من رفع أسمى آيات الامتنان والعرفان إلى السيد رئيس الجمهورية. الامتنان على سخاء الثقة التي أحاطني بها، والعرفان على تمكيني من العودة إلى بيت الدبلوماسية الجزائرية والإسهام في تمكين السياسة الخارجية للبلد من قطع أشواط نوعية إضافية جديرة بمقامة الجزائر، بقامة الجزائر وقيم الجزائر وثقل الجزائر والتطلعات المشروعة للجزائر. لقد سعدت وشرفت منذ يومين بلقاء السيد رئيس الجمهورية، واستمعت منه مباشرة إلى إرشاداته وتوجيهاته وتعليماته، وهو يهدف بها كلها إلى الارتقاء بالسياسة الخارجية للوطن إلى مستويات فاصلة من النجاعة والنفوذ والتأثير. وفي كل ما صدر عن الرئيس من تحليل وتقييم واستقراء واستشراف، كانت المصلحة الوطنية هي البوصلة، ومن أجل خدمتها أحسن خدمة حدد السيد الرئيس الأولويات أولاً، والمقاربات ثانياً، والمنهجيات ثالثاً وأخيراً. وستكون لنا في المستقبل القريب فرصة الوقوف عند كل ورشة من هذه الورشات بالتفصيل والتدقيق والتركيز قصد تحويلها إلى خطط عمل
تتلائم ومقتضيات كل ملف من الملفات التي أضفى عليها السيد الرئيس طابع الأولوية وطابع الاستعجال. إن ميزة المرحلة التاريخية الراهنة تتمثل في الحساسية والدقة على كافة الأصعدة الوطنية منها والجهوية والعالمية. فعلى الصعيد الوطني يعيش البلد تحولات لافتة يتوجب على سياستنا الخارجية مواكبتها والتأقلم معها والتكيف مع كل مقتضى من مقتضياتها. وعلى الصعيد الجهوي أو بالأحرى على صعيد فضاءات انتماءاتنا، فهي الأخرى تمر بتحولات وتقلبات وتغيرات عميقة تجعل سياستنا الخارجية مطالبة بالتفطن لكل تابعة من تابعاتها والتحلي باليقظة الشديدة في وجه مفرزاتها. وعلى الصعيد العالمي أخيراً هناك أزمة الترابطية وأزمة في الترابطية، وهناك أزمة العولمة وأزمة في العولمة، وهناك أزمة فيما يسمى ببنية الأمن الجماعي وما تنذر به من اختلالات في منظومة العلاقات الدولية. فالظرف مفحم بالتحديات الكبرى، والمرحلة ثقلى بالأخطار والمخاطر. وموقع سياستنا الخارجية من كل هذا هو أنها مقومة من مقومات الأمة التي يتوجب تعبئتها قصد الحفاظ على مصالح بلدنا وضمان سبل الأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار التي يصبو إلى التمكن منها بكل حق وبكل مشروعية. هذه هي أساساً الرسائل التي وجب علي إيصالها إليكم في هذا المكان وبهذه المناسبة بالذات. وأخيراً ألتفت إلى السيد الوزير والأخ العزيز رمضان العمامرة وأتوجه له
بالتهاني على خدمة البلد وأداء المهمة، وأتمنى له ولعائلته الكريمة موفور الصحة والطمأنينة والسعادة والهناء. شكراً لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.